السلام عليكم، معكم عمر. في الفيديو ده هتكلم عن تجربتي في الشراء من موقع علي اكسبريس، من بداية شراء المنتجات من الموقع والدفع بالفيزا لحد ما المنتجات وصلت لي مصر هنا ودفعت جمارك كام. يلا بينا على الموقع نشوف الحاجات اللي هنشتريها وطرق الدفع والتسجيل عشان ناخد الموضوع بالترتيب. في البدايه انت بتخش على موقع عادي جدا alieexpress.com، ثم تيجي عند الحساب بتعمل تسجيل دخول. في حالتي انا عملت تسجيل الدخول بالفيسبوك، انت ممكن تسجل بالايميل عادي جدا، فانا عامل تسجيل بالفيسبوك عادي جدا. بعد ما سجلت الموقع بيفتح لك على الصفحه الرئيسيه في منتجات كتير جدا زي ما انت شايف كده، بس انا عشان اختصر عليكم الموضوع دي المنتجات اللي انا جبتها. دي ودي وبتشتري عادي بالطريقه العاديه. فهتضغط على مثلا اشتري الان سريعا كده، بينقلك لصفحه عشان تكتب العنوان وطرق السداد. اهم حاجه في العنوان والبيانات بتاعتك انك بتضيف اسمك ورقم التليفون بتاعك وبياناتك كلها بالانجليزي والكود بتاع المدينه اللي انت فيها. طرق السداد انا دفعت بفيزا بنك مصر، واعتقد بعض الفيز بتقبل عادي جدا زي فودافون كاش وميزه، وبعض الفيز الاخرى مش شرط فيزا حساب بنكي، وده عن تجربه ناس تانية اشترت. وهنا هيديك تكلفة المنتج، ثم لو معاك كوبون، ثم إجمالي الشحن، ثم المجموع الكلي، وتعمل الدفع الآن. ونرجع تاني لصفحة المنتج عشان أقول لكم بعض النصايح قبل ما تشتري أي منتج من علي إكسبريس. أول حاجة وهي إنك تيجي عند البائع ده، هنا كده مكان البائع، فتشوف التقييم الإيجابي بتاعه والمتابعون. ثم المنتج هنا هتشوف التقييم بتاع المنتج هتشوف كم الطلبات. هنا مثلا المنتج دوت حصل عليه 365 طلب والتقييم بتاعه هنا 4.8. لو نزلت مثلا تحت هتلاقي برضو ان في كومنتات على المنتج وبتديله برضو نجوم عادي جدا. فانا انصحك جدا ان انت تشوف التفاصيل ديت قبل شراء اي منتج، ودي اهم حاجه يعتبر. تعالوا بقى اوريكم تتابعوا تفاصيل الشحن فين. لما تيجي عند كلمه الحساب هتخش على الطلبات الخاصه بيا، هتيجي على صفحه اوامر، وهتيجي هنا هتلاقي المنتجات اللي انت طلبتها. هتلاقي الكل فيه غير مدفوع، بس انت طبعا دفعت، هتلاقيهم هنا بعد ما انت طلبتهم هتلاقيهم هنا في قيد المعالجه. دول هيفضلوا موجودين فيها حوالي 12 ساعه او 24 ساعه. في حالتي انا ما فضلوش كتير، 12 ساعه بكتير جدا. تاني يوم لقيتهم مشحونه تمام. بعد ما بيبقوا مشحونين بيجوا هنا على طول جدا. وممكن يحصل اغلاق لمنتج معين زي المنتج ده كده تم اغلاقه، ده ما جاليش اصلا، وفي نفس الوقت اصلا ما اتشحنش. انا استلمت المنتجات دي حتى الان دلوقتي، انا لسه ما اكدتش عليها يعني ان انا استلمتها، بس انا استلمتها فانا هاكد قدامكم. هعمل تاكيد استلام، وهنا بعد الاستلام زي ما انا وريتكم عملت تاكيد استلام. اذا كان المنتج الذي استلمته معيبا او غير مطابقا للوصف يمكنك فتح النزاع خلال 15 يوم. في الموقع برضك بيضمن لك حقك حتى بعد الشراء ب 15 يوم. ازاي بقى استلمت المنتجات ديت؟ في الحقيقه انا اتصدمت جدا في النقطه دي، لاني استلمت المنتجات في اقل من شهر، رغم ان مكتوب على الموقع انك هتستلم المنتجات في خلال 60 يوم. انا طلبت بتاريخ 4 نوفمبر واستلمت المنتجات ديت في تاريخ 23 نوفمبر. واللي اكتشفته بعد كده من بتاع البريد اللي اداني المنتجات، قال لي اصلا ان المنتجات دي طلعت مش جايه من الصين، جايه من ماليزيا. فهو في الغالب برضك على حسب البلد اللي هيجي لك منها منتجات، يعني هي لو في الصين ممكن فعلا تقعد 6 شهور والله اعلم. والاستلام كان بسيط جدا. واحد اتصل بيا قال لي انا تابع البريد وانت طالب منتجات من بره وانا تحت بيتك وانزل استلمها. انا كنت طالب شحن طبعا مجاني في اغلب المنتجات، والمنتجات اللي كان فيها شحن انا دافعه اصلا. فلما سالته على مبلغ التحصيل الجمركي قال لي عليه، ونزلت له بفلوس الجمارك بس واديته الفلوس، وخلاني امضي على ورقه قد دي كده يعني. ففضلت امضي عليهم واستلمت المنتجات وقلت له شكرا ذوقيا منك، انت ممكن تديله فلوس او لا طبعا، بس دي حاجه ترجع لك. فده اللي حصل معايا من حيث الاستلام. جه الراجل لحد البيت واديته فلوس الجمارك وخدت المنتجات وبس كده. في ناس تانية ليها تجارب ان هي راحت البريد تستلم منه، لان في منتجات فيها واي فاي وبلوتوث، ودي ساعات بتطول شويه في التفتيش هنا في مصر، وكمان ممكن ما تستلمهاش، ده بناء عن تجارب ناس تانية يعني. فحاول تخليك في المنتجات البسيطه كده اللي هي ما فيهاش تعقيدات، او شايف ان هي مش هتكون مبالغ فيها في اي شكل من الاشكال. نصيحتي ليك في البدايه انك تشتري منتجات رخيصه، ما تروحش تشتري تليفون ولا كاميرا ب 15000 جنيه مثلا، او منتجات تتخطى مبلغ كبير، لان الوضع في العالم ملوش كتالوج، ممكن يحصل مشاكل كده ولا كده، فحاجات تتحجز، مطارات تتقفل، يعني الله اعلم. فانا نصيحتي ليك تجرب في منتجات رخيصه الاول. التغليف طبعا بتاع البريد المصري وبس كده. يلا بينا. اول منتج هو وصلة ايفون للسماعه، ودفعت عليها جمارك 48 و29 قرش، نقول 29. والمنتج فعلا اشتغل، بس صوت بس للاسف ما اشتغلش مايك. ولما رجعت على الموقع، عشان انا جايبه اساسا علشان المايك، بدل ما اسجل الصوت ثم الصوره واركبهم على بعض،
كنت عايز اسجل دايركت يعني. فلما رجعت على الموقع لقيت ان في وصله فعلا بتشتغل مايك، بس سعرها كان متخطي ال 250 جنيه. مع العلم برضو كان اللي ب 250 جنيه ارخص من اللي في مصر، لان اللي في مصر هنا الاصلي عامل 500 جنيه. تاني منتج وهو المنظف دوت، عباره عن مشط كده من فوق ومن تحت كده حته قماشه بيتم المسح بيها يعني، ودفعت عليه جمارك 40 جنيه. تالت منتج وهو اكتر حاجه انا كنت عايز اطلبها وطلبت منها 2، وهي فرشه سنان من الخشب زي ما انت شايف كده، وحلوه جدا بصراحه. انا جبت منها 2، في واحده بستخدمها ودي لسه ما استخدمتهاش، ممكن اعمل عليها جيف اواي لو لقيت تفاعل على الفيديو ده. فرشتين الاسنان والبتاع اللي هي بتاعه التجميل مش فاكر اسمها ايه ديت، وقفوا عليا ب 83 جنيه و62 قرش. انا لما دورت في مصر عن فرش الاسنان لقيت ان اسعارها بتتخطى ال 500 وال 700 جنيه، فقلت اجرب حظي يعني من علي اكسبريس، وبالفعل كانت تجربه موفقه. المنتج الرابع ده بقى اكتر منتج موفق فعليا من حيث القيمه مقابل السعر ومقارنه بالسعر في مصر، وهو الهاب. وهو عباره عن وصله تياب سي بتديك 3 مداخل يو اس بي ومدخلين للكارت ميموري. فده حلو جدا لو انت بتستخدم اي جهاز جديد من نظام الماك M1، لان بيبقى كل الوصلات اللي فيه تقريبا هي تياب سي، فده عشان توصل اي ماوس او كيبورد خارجي. المهم ان دوت سعره وقف عليا على الموقع، مش متذكر بكام بس هعرض لك يعني السعر هنا، وجمارك وقف عليا ب 34 جنيه 56 قرش. وبصراحه ده اكتر منتج اشتريته وشايف ان هو يستاهل، وكمان مش بيسخن زي هابيو جرين اللي كان معايا قبل كده، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعته حلوه مش وحشه خالص كقيمه مقابل سعر. دي بقى قصه ملهاش لازمه. في البدايه انا كنت عايز اشتري فرشه سنان خشب، وبعد ما دورت هنا في مواقع مصريه كتير وفي الصيدليات ما لقيتش حاجه تناسبني، وفي نفس الوقت الاسعار كلها اوفر بال 700 وال 800. فدخلت على موقع علي اكسبريس فلقيت فرش كتير جدا واسعار رخيصه، وهنا نفسيه المستهلك بقى اشتغلت، وقررت اشتري باقي المنتجات التانية اللي انت شفتها ديت، رغم ان انا ممكن اكون مش محتاجها اصلا. بمناسبه فرشه الاسنان انا ممكن اعمل لك جيف اواي، اعمل كومنت واشترك في القناه واعمل لايك، وممكن اختار واحد من الكومنتات. وبس كده، دي كانت تجربتي في الشراء من موقع علي اكسبريس. لو الفيديو ده فادك فعلا وعايز تشتري، يا ريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناه، وكومنت لو في اي ملحوظه، او لو ليك تجارب شراء من خارج مصر اكتبها لنا برضو في الكومنتات. وبس كده، السلام عليكم.